اكيد الاغلبيه فيكم خاصه الناس اللي متبعين الكره والبطوله الوطنيه غادي يشاهدوا مباراه الوداد البيضاوي والجيش الملكي، واحد المباراه اللي كانت حماسيه خاصه من كلتا الفريقين، لكن انتهت بفوز الوداد 2-1 لفائده الجيش الملكي. المهم ديالنا ماشي هو النتيجه وانما الشجار او الصراع اللي وقع خارج الميدان، خاصه اشتباكات، وهناك كما كنقولوا مجموعه من التصرفات الغير اللائقه من طرف الجماهير سواء الوداد سواء الجيش الملكي. المهم نخليكم مع بعض لقطات من هذا الفيديو. شوف 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 ما عندنا لا كاس لا والو. أحداث شغب خطيرة هنا بمدينة الدار البيضاء بمركب محمد الخامس. يعني اليوم هذه الأحداث، هذا الشغب هذا يعني ما بغيناش. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ما هذا ما تزين بدون ضرب. عاد شويه زيدوا زيد
كاين وانتم بالنسبة للمتتبعين شنو الرأي ديالكم؟ وخاصة أن هناك مجموعة من الشجارات وكذلك من سواء طرف الوداد أو طرف الجيش الملكي، خاصة أن كما كنقولوا كيشوهوا السمعة ديال المنتخب المغرب وكذلك الجماهير ديال المغرب خارج المغرب. ممكن تسنى التعاليق ديالكم الجميلة هنا كيسير الفيديو ديالنا، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بلايك وتشتركوا في القناة، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. اخوكم عادل، مع السلامة.